اهم حلقه على الاطلاق، احسن نوع دايت انا مشيت عليه وكان السبب الرئيسي اني خسيت 80 كيلو وحافظت عليهم لحد دلوقتي. هقول لك الدايت ده ايه بالظبط وازاي تطبقه في 5 أو 6 خطوات. مهم جدا الفيديو ده عشان تعرف تعمل نظام غذائي لنفسك وتعرف تحسب كل حاجه وتعيش بشكل صحي. ده خلاصه 12 سنه، الفيديو ده خلاصه 12 سنه من تجربه كل حاجه ممكن تتخيلها. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لان ده بيفرق جدا ان انا اكمل السلسله دي. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. كنا اتكلمنا الحلقات اللي فاتت اني كنت خلاص جربت الدايت بتاع عدوله ولقيته كويس جدا ومريح لان هو ما فيهوش حرمان، بس فضلت اروح للدكتور عشان افضل اوزن واتابع نفسي، لان مهم جدا انك تفضل تتابع نفسك باستمرار. طيب حسيت ان قشطه الدايت بتاع عدوله حلو، بس انا مش كل شويه هساله، مش كل شويه هيغيرهولي، يعني فاهم الموضوع مش كده يعني. فابتديت اتسحل اكتر، ابتديت اقعد اقرا حاجات، اذاكر حاجات، كل ما يجي قدامي مقال له علاقه بالنيوتريشن اقراه، ليه علاقه بالورك اوت اقراه. كان ابتدى بقى النت ينتشر اكتر، اليوتيوب ينتشر اكتر، ابتديت اخش اتسحل. ممكن اقعد اتفرج على فيديو على اليوتيوب مثلا مدته ساعه مثلا بيشرح نظام غذائي معين، بيشرح ازاي تحسب سعراتك، ازاي جسمك بيحرق قد ايه، كل الحاجات دي. فخلاص كان الموضوع واخد حيز كبير جدا من تفكيري، وما بقاش الموضوع مقتصر على ان انا بظبط جسمي وخلاص، لان انا اوريدي مشيت في التراك بتاع اللي هو انا خسيت 50 كيلو هوب، ال 60 كيلو جت، ال 70 كيلو جت، وانت بتطمع. فبتقعد تجرب بقى انواع مختلفه، ايه سريع معاك، ايه بيفرق معاك. طب قشطه انت خسيت بس انت عايز تشد جسمك، عايز جسمك يبقى فيه عضلات، فاتسحلت بقى. خلاص بقيت بقى ايه عمال اجرب ترايل اند، وكل ده على فكره اللي انا بحكيه لك ده، اللي انا هحكيه لك في الحلقه دي، ده ممكن اكون قعدت اجرب فيه سنتين 3 4 5 ولسه بجرب لحد دلوقتي. فمهم جدا ان انا الخصه لك بسرعه. طيب انا ابتدي افهم الجسم بيحرق ازاي، ايه المعادله اللي ممكن تخليك تخس. اول حاجه المعادله اللي هتخليك تخس انك تبقى عارف جسمك بيحرق قد ايه بالظبط في اليوم وتاكل اقل منه. انا مثلا بحرق في اليوم تقريبا 3200. طيب يبقى انا لو عايز اخس يبقى اكل 2600 2700، يبقى عملت ايه؟ عجز في السعرات 700 او 800 سعر حراري، 10 20% 30% بالكتير. فدي اول حاجه لازم تبقى عارفها، ان انت بتعمل عجز من السعرات. طيب انا بقى ابتديت اعرف اقرا الانبودي، واعرف يعني ايه انبودي، واعرف ايه هو البيزل ميتابوليك ريت، البي ام ار اللي بتبقى موجوده على الجنب، ده معدل جسمك، معدل حرق جسمك لو انت ما اتحركتش خالص. قعدت بقى احاول اقرا انبودي، اشوف ايه المعادله اللي ممكن تخسسني، اجرب كل الحاجات دي عليا. جربت كل حاجه ممكن تتخيلوا، جربت صيام متقطع، جربت اللو كارب، جربت الكيتو، جربت البي اس ام اف، جربت كل حاجه ممكن تتخيلوا. الاماد ان انت تعمل تاكل وجبه واحده بس في اليوم، مفيش حاجه تخطر على بالكم ما جربتهاش. جربت ان انا اتمرن 7 ايام في الاسبوع، جربت ان اتمرن 6 ايام في الاسبوع، جربت ان اتمرن 5 ايام في الاسبوع. من الاخر مشيت السكه الاخيره، لدرجه ان انا في حاجات كنت بجربها بالرغم ان انا عارف ان انا مش عايزها ومش هكمل عليها ومش مفيده بالنسبه لي، لمجرد ان اجربها واعرف هي شغاله فعلا ولا لا. وما اعرفش ساعتها كنت بعمل كده ليه، بس سبحان الله انا كنت بعمل كده بامر من ربنا سبحانه وتعالى، لان هو في الاخر هيحطني في الحته دي ان انا ابقى اخصائي تغذيه وكوتش، فاللي هو ابقى جربت كل حاجه وعرفت كل حاجه، فعملت اكسبيرينس قويه جدا. بس ساعتها انا فعلا ما كنتش بعرف انا بعمل كده ليه، بس سبحان الله ربنا لما بيختار لواحد طريق بيبقى راسم له كل احداثه يعني. طيب يا ترى ايه احسن حاجه انا جربتها وانصح كل الناس، لان هي هتفيد ناس كتير جدا جدا، مفيش حاجه بتفيد كل الناس بس هتفيد ناس كتير جدا. وانا دايما انصح الناس بالتجربه، لان التجربه هي اللي هتخليك توصل، لان انت كل ما هتجرب كل ما هتعرف ايه اللي ينفع معاك وايه اللي ما ينفعش معاك. فانا من خلال التجربه على نفسي، ومن خلال التجربه على الناس اللي حواليا، وبعد كده من خلال التجربه على ناس كتير قوي، وبعد كده من خلال التجربه على ناس كتير 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 قوي، اكتشفت ان دي ممكن تكون انسب طريقه ممكن نخس بيها بشكل صحي، في نفس الوقت نحافظ على جلدنا من غير ترهلات، في نفس الوقت نحافظ على البرفورمانس او ادائنا في الحياه، في نفس الوقت نحافظ على تركيزنا في الشغل، ما يجيلناش اكتئاب. انا اكتشفت ان ده افضل شيء على الاطلاق. طيب ايه هو بقى؟ انك تعمل لو كارب بطريقه الصيام متقطع. ده احسن كومبو انا جربته على الاطلاق، لو كارب صيام متقطع الاثنين مع بعض. طيب ايه الشروط ان انا اعملها صح؟
ان انا اعمل اللو كارب والصيام متقطع صح؟ طيب اول حاجه زي ما اتفقنا في اول الفيديو، اول حاجه تبقى عارف جسمك بيحرق قد ايه في اليوم، وتاكل اقل منه 15 ل 25%. 30% لو عايز تخس اسرع حاجه يعني، بس ما تحاولش ما تقلش عن كده. يبقى دي اول حاجه، جسمك بيحرق قد ايه تاكل اقل منه. تمام. وهبقى اشرح لكم في فيديو مفصل ازاي تعرف جسمك بيحرق قد ايه وازاي تقرا الانبادي، وكل الحاجات دي هبقى اشرحها لكم بعدين. تاني خطوه، احسب البروتين انتيك اللي انت محتاجه. طيب تحسبه ازاي؟ بتضرب وزن جسمك في 2.2. يعني انا مثلا وزني 100 كيلو، اضرب 100 كيلو في 2.2 يبقى 220 جرام بروتين في اليوم. تمام. 220 جرام بروتين في اليوم دول لو ضربتهم في 4 هيطلع لك دول كام كالوري من الكالوريز بتاعتك. تمام. بعد كده احسب الفاتس بتاعتي. حسبت البروتين وحسبت الفاتس، المتبقي يبقى الكربوهيدرات. يبقى انا عندي الاولويه الاولى البروتين اللي هي ممكن يبقى 40% بروتين، 30 ل 35% دهون، و25% كربوهيدرات. ممكن في الاول ما تبداش ب 25% كربوهيدرات، تبدا مثلا ب 30 30. يعني سكيل حلو قوي تبدا بيه 40% بروتين، 30% كربوهيدرات، 30% دهون. دول كده ال 100% من الكالوريز اللي انت بتاخدها في اليوم. واحنا اتفقنا ان انت ايه؟ عامل عجز في السعرات. طبقت الحاجتين دول، تخش على الصيام المتقطع. الصيام المتقطع هيفرق معاك جدا، انه هينزل لك الدهون العنيده اللي متركزه مثلا في منطقه البطن، في منطقه الجناح، في منطقه الرجل. تاني حاجه هيسد نفسك بشكل كبير جدا. تالت حاجه هيخلي الانسولين عندك دايما واطي. فالصيام المتقطع رهيب. ده غير ان هو هيحافظ على حته ان ما يحصلش ترهلات في جسمك بشكل كبير وبشكل مباشر. فلازم ندخل الصيام المتقطع وندخله بالتدريج. يعني احنا محتاجين ان احنا نوصل ان احنا نكسر 16 ساعه. بتتكلم 16 ساعه ونص، 17 ساعه. ده احسن حاجه لجسمك عشان تحوله لمحرقه. جسمك يتحول لمحرقه ان انت تعمل فوق ال 16 ساعه. بس احنا اكيد هنبدا بالتدريج، نبدا 12 ساعه، 13 ساعه، 14 ساعه، لحد ما نوصل ل 16 و 17 ساعه. يبقى دي النقطه الثالثه، ان احنا نعمل صيام متقطع. رابع نقطه، ان احنا نتمرن احسن. ده من وجهه نظري احسن حاجه انك تتمرن 4 ايام في الاسبوع. ولو انت عندك القدره انك تتمرن اكتر من كده ما تتمرنهمش، لا، تعمل حاجه اسمها اكتيف ريكفري، ان انت تتمشى، ان انت تلعب حاجه خفيفه، بينج، بادل، الكلام ده. واربع ايام يبقى فيهم حديد، وتسيب وقت لجسمك ان هو يريكفر. خامس نقطه واهمهم على الاطلاق، انك تستمر على اللي انا قلته لك ده فتره طويله، لان الاستمراريه هي اللي هتوصلك. من غير الاستمراريه كل اللي انا قلته ده ملوش اي لازمه. الاستمراريه هي المفتاح، انك ما تزهقش، تقعد تريبيت، تعيد 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 اللي انت بتعمله ده، وتقعد تغير في المعادلات. يعني لقيت نفسك ما بتخسش، اعرف ان انت اكيد حاسب حرقك في اليوم غلط. لقيت نفسك بتخس بس بتوع دهون وبتوع ماسلز والدهون هي اللي ثابته، يبقى انت كده بتاخد بروتين انتيك قليل. لقيت نفسك ثابت، يبقى انت مثلا التمرين بتاعك مش احسن حاجه، النوم بتاعك مش احسن حاجه. هتستمر تقعد تحسن في المعادلات اللي انا قلتها لك دي، واوعدك انك هتوصل لاحسن حاجه. وبجد دي خلاصه 12 سنه. طيب في الحلقه الجايه هشرح لكم ازاي قدرت احافظ على 80 كيلو بالرغم ان انا مهندس موقع وعندي حياتي وبحاول ابني اسره وكل الكلام ده كله، وعندي مناسبات وعندي اعياد وعندي كل حاجه زي ما هي عندكم. ازاي رغم ان انا شغلي كان بيتطلب مني كمان ان انا اسافر، ازاي احافظ على وزني عشان ممكن تخس بس الصعب انك تستمر. شكرا ان انتوا وصلتوا لحد هنا. استنوني الحلقه الجايه. سلام.